السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي نوريكم المقطع تتفرجوا عليه وبعدين بنعلق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سمعتوا المقطع وشفتوا المقطع معايا. عندنا حل من الاثنين توا، اما ان نحن نحط روسنا في التراب ونقعدوا نكرروا ونغنوا ونقولوا ليبيا بلد المليون حافظ، او نتكلموا في الموضوع. انا اخترت نتكلم في الموضوع، وقبل ما نتكلم في الموضوع حبيت نوضح شيء لاي شخص عربي، يعني اي شخص غير ليبي يتفرج علي الان، بان عملية الخروج على القذافي نفسها جهاد بإجماع علماء الجزائر، علماء من السعودية، علماء من مصر، علماء من الكويت، قالوا بأن الخروج ضد القذافي كعملية هو جهاد. وقالوا كذلك أن الشخص اللي خرج بنية إزالة الظلم أو الدفاع عن شرفه أو ماله فهو مجاهد. في نفس الوقت من خرج ضد القذافي ليكتسب منصب أو ليسرق مال أو لينتقم فهو يموت ميتة جاهلية. فبالتالي تصرف بعض الأشخاص لا يمنع بأن العملية نفسها هي عملية جهاد. أعتقد كلامي واضح. الآن نرد إلى الموضوع. الشخص اللي في المقطع هذياهي طبعا أنا حندير عليه حوالي 4 مقاطع تقريبا. طبعا أولا ما نبيش حد يعني يتخيل حتى مجرد الخيال أن انتقادي موجه لثوار مصراتة، لأن الشخص هذياهي قبل ما يكون مصراتي فهو ليبي، وقبل ما يكون ليبي فهو مسلم. فلو كنت بتحسس لو أنت من مصراتة، معناها حتى الليبي من حقه يتحسس أن ينتقد في شخص ليبي، والمسلم كذلك العربي أو المسلم بشكل عام من حقه يتحسس، لأن أنا ننتقد في مسلم الآن. حقيقة أنا ليس هدفي النقد بقصد النقد، لكن هدفي نوضح للناس ان عندنا مصيبة مستشرية في المجتمع الليبي والمجتمعات العربية. اتكلم خصيصا عن المجتمع المصري والسعودي، لاني على دراية واطلاع بمستوى الاخلاق في هذه الدول، وليبيا طبعا اكيد في المرتبة الاولى. فاللي حصل ان الشخص لو تتذكروا الكلام اللي قاله، من ضمن الكلام اللي قاله كان فيه لعن لوالدة الشخص المقابل. مش حنكرر الكلمة علشان في بعض البنات بارك الله فيهم ان شاء الله ربي يعني يزيدهم حياء وخجل انهم هم يتضايقوا من لما نكرر الكلام مرة اخرى. فانا مش حنكرر الكلام، لكن حنحاول نستخدم مصطلحات شرعية اللي هي اللعن. شخص الثائر هذيي لعن الشخص من الكتائب. اعتقد هذه اللهجة مقبولة. اوكي. المشكلة توا أن في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري. معنى الكلام باللهجة الليبية إن لما أنا نقول لواحد، معلش في الكلمة، لما نقول واحد يلعن أمك، وكأني أنا نلعن في أمي أنا، وكأني يعني أنا حنجي يوم القيامة وكأني قلت لأمي يلعنك الله، وكأني لعنت أمي. وهذه في الإسلام من أكبر الكبائر. هذه من أكبر الكبائر. طبعا هذا المقطع رقم 1 حنتكلم فيه بس عن اللعن. المقطع رقم 2 حنتكلم فيه على الكلمة الأخرى اللي قيلت في على لسان الشخص اللي هو من الثوار. بس نبي نوضح بهدوء رجاء ما تنسوش اللي قلناه، ان علماء الأمة من أكثر من يعني أغلب علماء الأمة قالوا بأن جهاد الخروج ضد القذافي جهاد، لكن هناك بعض التصرفات الشاذة نحن لازم ننتقدوها. والموضوع ما فيش منه باس، يعني أنا مش شايف إنه غلط إني أنا ننتقد. ليش أنا انتقدت توا وصبرت لغاية 2 انتهت الثورة
او انتصرنا الحمد لله على القذافي، لاني حسيت اني حنسبب مشكله لو كنت تكلمت قبل انتصارنا على القذافي. اما الان خلاص نحن ليبيين في بعضنا، سواء كانوا كتايب سواء كانوا طحالب، كلهم هلنا توا، خلاص ما عادش في فرق. اللي قتل ولا اللي سرق المحكمه تحكم تعاقبه بعقوبه القتل او بعقوبه السرقه. بس حبيت نوضح شيء اخر، ان هؤلاء النماذج حياخذوا منهم توا 200,000 واحد ويحطوهم في الجيش الليبي. فانا هدفي الاساسي من هذا المقطع ومن المقاطع القادمه اني نطالب الحكومه الليبيه بانها تقوم بعمليه تصفيه للثوار، يشوفوا اللي قليل ادب، اللي قليل تربيه، اللي قليل دين، هذا ما يكون لازم يتم اعاده تاهيلهم. انا ما قلتش ان يتم اقصائهم، لا، يتم اعاده تاهيلهم، لازم يتم اعاده تاهيل. هذا ما هي بيواجهوا، يعني بيمثلوا البلاد في الدول المتحضره واجهتها في شرطتها، لازم يتم اعاده تاهيلهم. غير اعاده تاهيل انه هو رجل الشرطه لازم يخوض دورات وسنوات من التدريب، لا، نتكلم قبل ما يخش دورة الشرطة لازم يخش دورة أدب وأخلاق ودين ومعاملة مع الناس. لأن المواطن هو اللي يفقد عصبيته أو يتعصب على الشرطي، لكن الشرطي مش من حقه يتعصب على المواطن. ما دمت قبلت أنك أنت تمسك في منصبك شرطي، يبقى لازم توسع صدرك على الناس، لازم تتدرب من خبراء في علم النفس كيف تتقبل التصرفات السيئة من المواطنين. لأنك أنت تبي تمسك واحد لا سمح الله زاني زنا محارم، تبي تقبض على واحد تاجر مخدرات، تبي تقبض على واحد قاتل أمه، بتقبض على واحد مثلا قاتل أخته. فلازم المعاملة تكون باحترام، تمسكه بأدب، تحكم السيطرة عليه، تشيله لمركز الشرطة ويسلموه للنيابة، تحكم عليه النيابة بقطعة راسه، بالجلد، بالرجم. هذا شرع الله نحن من دعوة فيه، القاضي هو اللي يتحكم فيه بأمر الله طبعا سبحانه وتعالى. فأنا بنوصل رسالتي بهدوء إن مش من حق الشرطي أو الجندي إنه يتصرف أي تصرف من راسه، يمسك المواطن المذنب، سواء كان قتل، سواء كان زنا، سواء كان تجارة مخدرات، سواء كان سرقة مال عام، يمسكه بأدب وبأسلوب ويسلمه للحكومة، والحكومة طبعا سلمه أكيد القاضي، والقاضي يحكم عليه بشرع الله. أتمنى تكون فكرتي وصلت. هذا مقطع الأول، وإن شاء الله يكون في مقطع ثاني وثالث ورابع، احتمال تكون 5 إلى 6 مقاطع، الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستني نقدكم، ويا ريت اللي بيعلق بدون ما يسمع المقطع ما يعلقش، معلش يعني. لكن لو سمعت المقطع أو شيء ما عجبكش في المقطع، مش فيا أنا شخصيا، ورجاء لو في شيء فيا شخصيا مش عاجبك تدز لي على الخاص، تخش على صفحتي في اليوتيوب أو تخش على صفحتي على الفيسبوك وتعطيني رأيك الخاص فيا، سواء كان في شكلي، في أسلوبي، في نبرة صوتي، في كلمات المستخدمة، لو كان كلمة جرحاتك ولا شيء، تجيب لي البديل. مش كيف شخص مش جاي نقول اسمه توا قال لي بأن كلامي وقح وكلامي بذيء وكلامي كذا كذا وأنا نسب في العلماء وأنا أنا نسب في العلماء. اذكر لي المقطع، أوكي؟ أنا كلامي بذيء، اذكر لي الكلمة، قول لي الكلمة الفلانية كلمة بذيئة، كلمة مش كويسة، وشنو الصح عندك أنت عشان أنا أعرضها على الناس الأخرى. ولو اكتشفت إنه صح مزبوط كلامك سليم وينالي كنت على خطأ، حنرد إن شاء الله ونصلح المقطع ونلغي المقطع بالكامل ونرد إن نصور المقطع من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.